كيفاش نلقاو العملات اللي صالحين للاستثمار؟ خويا باش تلقى عمله اللي صالحه للاستثمار تيخصك اخويا دير لها دراسه. كتجيش وتستثمر في العمله، خاصك تعرف ان ديك العمله بون نديروا لكم هذا الشرح هذا، نعاودو نشرح، ماشي مشكل حيت كنحس بان جايه شي بولوران. شوف الاخوان، العمله الرقميه او الكوينات اللي كتسمعوا حاليا، عمله الارنب، عمله بحال واحد الاخ سولنا على عمله الهامستر. هاد العملات اللي كتسمعوا في الواقع اشنا هما؟ هاد العملات هما عباره على تخيلهم بحال الاسهم عند الشركات. دابا مثلا ملي كتقول في اللغه العاميه ديالنا كنقولوا مثلا وطلعوا لك الاسهم. اشنا هي طلعوا لك الاسهم؟ يعني راك رابح، راك بخير. الشركه في الشركات العاديه، خلينا دابا من العملات، هضر معايا في الشركه بحال افريقيا، بحال لوسيور، بحال توطال، بحال هذا، كتشد راس مالها وكتقسموا الاسهم. كتقدر انت كشخص عادي انك تشري هذوك الاسهم وتتساهم في راس مال الشركه، والشركه كتزيد تكبر وتطلع للفوق. هذا هو سميتو. انت كتشري السهم ديال الشركه اليوم ب 100 درهم، مثلا شريتي ديال فيسبوك ب 100 درهم. فيسبوك قالت نشرات واحد الخبر على انها ولا طلقات واحد البرودوي جديد، داك 100 درهم باش شريتي داك البرودوي، اولا باش شريتي عفوا داك السهم، ولا داير 200 درهم. ياك مفهومه هذه راه اي واحد دابا سمع هاد الهضره غيفهمها، يعني ما عندناش فيها مشكل. ماشي نفس المساله في العملات الرقميه. يعني اخويا ملي كتسمع عمله الكلب ولا عمله الهامستر ولا عمله التيتانيوم ولا داك الهضره اللي كتسمع، هاد الهضره اللي كتسمع وكتجي انت تدرم تخشى في العمله لانك انت تتمشي مع القطيع وما خصكش تمشي مع القطيع. وهذه نصيحه ليك، لا ما عمرك حطيتي شي ريال في شي عمله ما عمرك تمشي في القطيع وما عمرك تيق شي واحد كيدوي. راه شفت واحد النصيصيب مؤخرا مشى صوب هو عمله، وعمله راه اي واحد يصوبها باش تكونوا عارفين، اي واحد فيكم يصوبها 20 دقيقه تصاوب عمله. مشى حط فيها فلوس بان طالعه، مشى تيقول للمتابعين ديالو ها انتم شوفوا العمله اللي قلت لكم هي طلعت، القطيع تلاح، خرج هو الفلوس دار لهم هاك زيد. هادشي فيه النصب والاحتيال. والميكروبات في الكريبتو ولا في التريدين كثار، خصك ديرها ديما في بالك. الا كنتي بغيتي تدخل لهذا الدومين، الناس اللي كيسولوني على التريدين والناس اللي كيسولوني على الكريبتو، دير في بالك هذا مجال ديال النصابط، فيه النصابه 99% ديال النصابه، 1% اللي ما تلقاهش نصاب. 99% اي واحد كيهضر. والمعالم ديال هاد النصابه اي واحد تيوريك الفلوس تيعاود لك على شنو عنده، كيخليك تفهم انه عنده الفلوس راه نصاب. هضر معاك في الكريبتو ولا هضر معاك في الفوركس من الاخر. اذا رجعوا للعملات. اذا قلنا اشنا هي هاد العمله. ملي كتسمع بهاد العمله خصك تعرف شنو هي العمله. العمله هي عباره على واحد السهم، بحالها بحال الاسهم، بحالها بحال السهم، غير هذاك البروجي. دابا مثلا ملي تهضر على افريقيا غاز عندهم بروجي ديال الغاز، ملي كتهضر على فيسبوك عندهم بروجي ديال فيسبوك، ولا ميتا عندهم بروجيات، عندهم ها فيسبوك، ها انستغرام، ها اوكلوس، ها بوتوس، عندها دي بروجي. داك البروجي كيقدر بعض المرات يطلعوا ليه الاسهم، بعض المرات تيهودوا ليه الاسهم. ياك مفهوم؟ هادشي هضره عاميه اي واحد يفهمها. ايوا راه نفس المساله في الكوينز. الكوينز تيكون حتى هي عندها علاقه بان بروجي، تيخص يكون عندها ان بروجي. الا ما كانش عندها ان بروجي راه ما عمرنا ما استحمص. تيكون عندها ان بروجي، هذاك البروجي اللي عندها تيكون في البلوك تشين، تتكون في واحد الحاجه سميتها البلوك تشين. لا ما ندخلوش نشرحوا شنو هو البلوك تشين، انا نبقاو هنا. المهم البلوك تشين هذاك تيكون في ارض الواقع، الاخر تيكون في البلوك تشين. هذا البلوك تشين شنو هو؟ جا باش يحل لنا، هاد البروجي جاو باش يحل لنا بزاف المشاكل في الحياه، تيهزوا لنا بزاف المشاكل. اليوم رانا معكم حتى للجوج، حيت صافي رانا اصلا ساليت. تيحل لنا بزاف المشاكل في الحياه تتطور، والعالم التقني كيتطور. انت كتسمع دابا بالذكاء الاصطناعي، يعني كاينين دي بروجي كيكونوا دابا في الويب، تيكونوا في البلوك تشين. هاد لي بروجي قد ما كان البروجي زين وعنده واحد المستقبل وعنده واحد الاشعاع والفكره ديالو واعره، قد ما داك البروجي عنده حظوظ باش انه ينجح، وقد ما هذاك البروجي عنده واحد الفريق ديال العمل اللي هو متكامل وعندهم دي زانفيستيسور مزيانين، وعنده قد ما هذاك البروجي عنده فرصه انه يطلع. فانت ملي كتبغي
هادشي بطبيعه الحال اللي كنقول لك راه غير باش تحيد الهامش، هادشي راه ماشي كافي باش انك بطبيعه الحال تحط تلاح في واحد العمله. هادشي غير باش تفهم معايا، باش ما باقيش تمشي مع عباد الله، باش ما تبقاش تطيح مع عباد الله. فقلنا هادشي هو اللي كيعطيك واحد الفكره على البروجي. هذا البروجي هذا في حد ذاته خاصك انت تمشي تقرا عليه، وتقرا عليه من دي سورس فيابل، يعني من عندهم هما، وخاص يبان لك هذاك البروجي ممكن يتحقق في ارض الواقع. علاش؟ لان هاد الناس اللي كيجيبوا لنا هاد لي بروجي بحال دوك السياسيين، تيجي تيقول لك انفيستي في البروجي ديالي وان شاء الله غدا وحنا مثلا العام الجاي الكوارتر الثانيه ولا الفيرست كوارتر حنا غادي يطلع لنا البروجي، وكان تيبدا يعطيك الهضره. ولكن انت كتشوف داكشي واش منطقيا ممكن انه يتحقق، كتلقاه ماشي منطقيا انه ممكن يتحقق. يعني عطاك غير زرعه الحنك، فهمتيني؟ فهذا الشيء فيه بزاف ديال الحويجات. الناس اللي كانوا ديك الساعه كيجيو عندنا كونسلتين في الكريبتو راه كنا تنوريهم كيفاش يديروا الاستثمار. وفي الكريبتو يا اخي انا نعطيك نصيحه، وتنعطي نصيحه للناس اللي خدامين. ما انت لا كان باقي تتقاتل ما عندك راس مال، راه هذا مشكل اخر. انا تنهضر على الناس اللي خدامين، حيت انا شفت الناس كاينه الفلوس اللهم بارك في الوقيته اللي كانت البولو ران، وسختو ملي كنا هضرنا على ديك المساله ديال ملي كنت عطيت واحد العمله وقلت لكم غدا غادي تطلعوا، فرقعت بالكونسول، وقع ليا كما وقع ليا في هذه الاي بي تي في. اللهم بارك المغاربه كاينه الفلوس، باش نكونوا واضحين ديك اللعبه ديال ما عندي اللهم بارك. وكنت ماشي نصاب، كنت صابت على عباد الله. بنادم كان تيجي تيقول لي 200 مليون نحطها لك، وتقول لي لا، تيقول لي هاني السي امين. يعني كاينه الفلوس، ما واحد ما جوج، سورتو الناس الشمال اللهم بارك كاينه الفلوس. ما علينا. ملي تبغي تدخل يا اخي، الا عندك شي فلوس وبغيتي تدخل بها، ما تدخلش تريدر، ما تدخلش متداول، دخل مستثمر. علاش؟ لان السوق ديال الكريبتو دابا، السوق ديال دوك الاسهم اللي دوينا عليهم، سوق اللي كتطلع وتهبط، ولكن ما كتطلعش وتهبط بواحد ني با فولاتيل. كنهضروا على لا فولاتيليتي، ما كتطلعش وتهبط بواحد الوتيره سريعه. السوق الكريبتو علاش؟ لان السوق الكريبتو تيتاثر بمجموعه من العوامل اللي كيخلي لا فولاتيليتي ديالو طالعه وهابطه، هي تيطلع ويهبط. فانت الا دخلتي فيه متداول غتجيب الربح المعلم، سي سيغ غتجيب الربح. فانت اش كدير؟ كتدخل كانفيستيسور، انت كتلعب على اللونغ تيرم. وديما في هذه اللعيبه هذه كانت وراه التاريخ يشهد، التاريخ يشهد. هاد الهضره اللي تنقول لك قلب عليا في يوتيوب، انا ما تنعطيك زرعه الحمك، ما تنهضرش. غتمشي ليوتيوب وغتقلب على امير راغب عندما تحدث عن ايثيريوم في 2016 اعتقد 2016، وقلت للناس شريوا ايثيريوم كان ب 10 اورو، كان ب 10 اورو. راه هي الحلقه والفيديوهات باقيين، راه باقيين في يوتيوب، سير قلب. كان ب 10 اورو وطلعوا لي تيقول لي انت نصاب تروج لشركه اسرائيليه. هذا كان ب 10 اورو. في البولر الاخيره شحال وصل؟ 4000 دولار. انت كمستثمر شريتي في الايامات كان ب 10 اورو، بيع واحد لابارتي. هادشي تيبقى راجع تيبقى راجع هادشي على حسابك انت، بتبيع كلشي، بغيتي تبيع طريسوخ هذاك. المهم انه من 10 اورو تباع ب 4000 اورو، او لا قول واحد 3800 اورو مثلا. يعني انت ما كتكونش، ما تدخلش في ان ريسك، كتشري وتتخلي تا كان يطلع. شخصيا انا كنهضر معاكم شخصيا، هادشي اللي كندير اخويا، انا راه ما كنتداولش، لان التداول دوزناه. والتداول المهم ما التداول ماشي ديال واحد اللي عنده الطيم، اما تكون فول تريدر يا يعطي اتساع، فهمتيني؟ فلهذا دخل انفيستيسور، كطيح لو ريسك، وتقدر انك تمشي في خاص شي عمله بغيتو والله شوف، الا كانت في اللايف لا زعما طرح عليا شي واحد شي عمله وكنت نعرفها، الله يرزيني الا كنت عارف عليها شي حاجه وخبيتها لك، انا نقولها لك من هنا. ولكن خصك تعرف واحد القضيه، ان الراي ديالي تعتبر راي شخصي، هذاك فاينانشال ادفيس. انا راه ما تنقول لك لا دخل في هذه العمله، لا دبر راسك سوقك هذاك. انا براسي ما ضامنش راسي، فهمتيني؟ انا براسي ما ضامنش راسي. فبالتالي عطيت شي راي تنعطيك. كما كنتش عارف شي عمله نقول لك ما عارفش. كان شي حاجه اللي عندك بغيتي تجي كونسلتين، اجي اخويا مرحبا بك، نوريوك اخويا كلشي، نوريوك كيفاش نديرو، نوريوك اسيدي حتى اش عندنا، ما عندناش مشكل. ايوا هادشي اللي كاين. زهط يا خويا. ودابا تفاهمنا، هادو هما العملات اخويا، باش ما يبقاش يجي شي واحد يسولني على عمله ما عرفتش تجيبوا شي سميات، ما تنعرفش انا هاد البروجيات، ما شي بروجيات اللي ما عمرني سمعت بهم.
هامستر اف تي زي المهم ها كيفاش تعرف. ولا سمعتي شي واحد هضر لك على شي عمله سير اخويا قلب.